بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أقول لكم الناس اللي بتقول إن الدور على مصر، مصر عمرها ما كانت دور عليها ولا عمرها هتبقى ضمن المخطط اللي انتوا بتتكلموا عليه. مصر دايما هي كانت محطمة الأعداء، كانت المحطة الأخيرة اللي بتحطم على أيديها وعلى أيدي جيشها كل المخططات اللي على مر الزمان. وأديكوا شايفين حكام مصر، عمر ما حد حكم مصر ملك من الملوك أو فرعون من الفراعنة أو حاكم من الحكام. عمرهم ما كانوا خاينين لمصر، لأن اللي ماسك مصر بيبقى عارف قيمتها كويس، عارف إن هي مش بلد عادية. احنا البلد الوحيدة اللي الناس عشان بس تفحر فيها كده بيلاقوا تحتها آثار بالذهب، وغير إن هي بالذهب بقالها من 3000 سنة ومن 5000 سنة، والله أعلم برضو هي من قد إيه كمان، من آلاف السنين. بيتكلموا عن مصر كأنها داخلة جوه المخطط بتاعكم. مصر إن شاء الله اللي هتهدم على إيد جيشها وإيد شعبها أي مخطط أنتوا بتحاولوا تعملوه. وبالنسبة للناس اللي بتقول ثورة الجياع، عمر ما كانت مصر جيعان. في عز الغلا الناس بتاكل، الناس اللي بعضيها هنا في مصر. احنا الحمد لله عمرنا ما كنا دولة طائفية ولا دولة ضد ولا دولة عنيفة. مصر بتحطم على ايدها الاعداء لان هي مش بتبادر بالحروب. مصر هم اللي يخشوا عليها الاعداء فبتحطمهم ان شاء الله. دي هتبقى الصخرة اللي هتحطم عليها كل مخطط وكل عدو. الدور على مين؟ بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن شعب مصر. على مر العصور اقرا شعب مصر عمل ايه، على مر التاريخ شوف حكام مصر عملوا ايه. وارجع واقول ان ما كانش حكم مصر خاين. ما سمعتش ان قبل كده حكم مصر كان خاين. هو بيتخان ممكن من اللي حواليه، لكن عمره ما كان خاين لمصر. وارجع واقول ان الناس اللي بتحكم من المؤسسة العسكرية، احنا الجيش بتاعنا ده اللي الناس بتقول عسكر عسكر، احنا ده جيشنا، ده مننا فينا. اخويا وابويا وعمي واخويا وقرايبي وبلدنا كلها، والناس في مصر كلهم هم الجيش. عمركم ما تعرفوا تفرقونا، عمركم ما تعرفوا تفرقونا. ودي بقولها لكم بكل ثقة، عمركم ما تعرفوا تفرقونا. لان عمر ما احنا الحمد لله مش دولة طائفية. احنا لو حد دخل لينا هنا مصر عشان بس يخش ويعمل فتنة، هنسيب اللي في ايدينا والخناقات اللي بنتخانقها مع بعض كأي شعب او شأن داخلي، وهيتدوروا عليكم انتوا. تقدروش ما تفكروش انتوا تقدروا على مصر ولا على اهلها. فوقوا نفسكم شوية. بالنسبة للناس اللي بتقول غلى الحاجة، طب ما على عهد جمال عبد الناصر كانت الحاجة غليت، على عهد السادات كانت الحاجة غليت. حسني مبارك اللي انتوا شلتوه عشان ثورة يعني عدالة اجتماعية، وان المفروض ان احنا بلد عايزة اكل وعايزة شرب وعايزين ان عمر ما الناس هتبقى سواسية. ده ربنا اللي قايل كده مش احنا. الناس طبقات، مش بقول طبقات ان احنا حد وحش وحد حلو، لا الناس طبقات. هو ربنا خالق الناس كده، حد غني وحد فقير، حد رزقه محدود وحد رزقه ربنا موسع رزقه. بتتكلموا في ايه؟ دي معادلة كونية، ان في ناس فقراء وفي ناس اغنياء، في ناس متوسطة وفي ناس اغنياء. يعني سبحان الله في حكمه يا جماعة. انتوا شلتوا حسني مبارك ايام ما كان اللحمة ببلاش، وايام ما كانت السلع ببلاش. دلوقتي والسيسي وهو عاوز يصلح، وهو مسلمكوا بلد تتشرفوا بيها، وبيوريكوا قيمة بلدكوا دي ايه. هو بيوريكوا قيمة بلدكوا فين. اقل حاجة شوفوا المتحف اللي هو عامله، ولا الدخلة في عز الانهيار وفي عز ما احنا كنا بنتحارب من الارهاب، عمل موكب مهيب عشان افتتاح المتحف اللي انتوا شايفينه. بجد الواحد جسمه اشعر والله العظيم من الجمال. وكان فخور جدا من السيسي ده. كان بيعمل حاجات الشعب يقول انت جايب طيارات وانت جايب الجيش وانت جايب هنحتاج ده كله في ايه؟ هنحتاجه طبعا. اديكوا عرفتوا هنحتاجه في ايه. عايزه اقول لكم ان الشعب المصري فاهم، وان الشعب المصري واعي على مر العصور، عشان ده اللي بينجحنا، ده اللي بيخلي مصر ودي كلمه ربنا لينا: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. احنا ان شاء الله امنين الى يوم الدين باذن الله. وعايزه اقول لكم كل مخطط وكل مؤامره على مصر ان شاء الله تتحطم، ومش هتقدروا على مصر مهما تكونوا.
ده شعب مصر واحنا مصر. وعايزة اقول كلمة عسكر في المعسكرات بتاعتكم هناك، في الميليشيات اللي انتوا بتنتموا لها، لكن الجيش والشعب حاجة واحدة بإيد واحدة. عمركم ما تقدروا تهزمونا، وده انا كنت عايزة اقوله. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد بيبيع وطنه وأرضه وعرضه عشان خاطر لقمة، عشان خاطر مخطط خارجي، عشان خاطر أعوانه، عشان خاطر يهدم البلد دي. وعايزة أقول لكم مهما تكونوا، مهما رحتوا، مهما جيتوا، عمركم ما تهدموا مصر، لأنها مصر، لأنها مصر، لأنها مصر. أو بالنسبة للناس اللي بتقول ثورة ثورة ثورة، صباح الخير يا جماعة، صباح الخير بجد. انتوا لسه نايمين؟ لا بجد والله، لو نايمين أحب أقول لكم إن دي الإنجازات اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاملها. شوف كده واتفرج وملي عينك كده من الانجازات اللي هو عاملها. صح النوم. احنا عملنا الثوره خلاص اهي في 2013 زي ما انت شايف، وخلاص خلصناه. عملنا الثوره وعملنا ثوره زي ما انتوا عايزين وكل حاجه. صباح الخير يا باشا. قوم بقى شوف بعد الثوره دي احنا عملنا ايه. ما خربناهاش، ما سلمناش الجيش، ما سلمناش تسليم اهالي للميليشيات تطوحنا يمين وشمال. جيشنا اللي بتتكلم عليه ده خير جنود الارض فيه. تعرف يعني ايه ربنا يتكلم يقول خير جنود الارض؟ انتوا مستنيين ايه يا جماعه؟ دي مصر، دي مصر. احنا عملنا ثوره، عايزه اقول لك بس لو انت مش واخد بالك، احنا عملنا ثوره وخلصناها. ودي الانجازات اللي السيسي عاملها. السيسي الخاين العميل اليهودي اللي مش عاجبكم. شوف خلى مصر عامله ازاي. خلى الجيش بس لو بعد الشر في حاجه يكون في جميع انحاء مصر. شوف القطارات اللي عاملها. شوف هو بيعمل على قد ما بيقدر، زي ما هو بيقول ما تبقاش راكب عربيه فيات وانت راكب عربيه ايا كان ماركتها ايه. وما حصلك تزعل. ما انتوا فعلا زعلانين، زعلانين ان هو طور وان هو بنى وان هو خلى مصر بين قيمه مصر. مش ان هو خلى مصر لها مصر قيمتها احنا عارفينها من قديم الازل، لكن باين بيقولك مصر اهي. اتفضل خد مصر اهي. مصر النظيفه، مصر الحلوه، مصر اللي تشوفها بطريقه حلوه. سلم لي على الثوره اللي انت عاوز تعملها. بحب اقول لاي واحد هينزل يتظاهر سواء سلمي سواء مؤيد او معارض للرئيس، بحب اتقدم البلاغ للنائب العام. اي حد يفكر يتظاهر ويخرب اللي احنا عملناه، بجد الانسان ده ما يستاهلش يكون في وسطنا. تقول لا شويه في بلدكم، تقول شويه في تقول لا في نفسكم، تقول لا في عيالكم. عيشوا وانت عايش هنا في امان، بتخرج ابنك الدرس، بيجي ابنك سليم، محدش بيسرقه ويوديه. الطوائف بقى اللي انت عارفها دي الله اعلم بيحصل فيهم ايه. تقول له يا جماعه في نفسكم، انتوا لو تشوفوا الدنيا بيحصل فيها ايه بره، والبلاد المتفككه زي اليمن وسوريا بزعل والله العظيم، بحزن لما بقول سوريا. سوريا كان فيها جيش يعادل جيش مصر. اللي خلى جيش مصر تفوق عليه ان عبد الفتاح السيسي طور الجيش للخونه والعملاء بتوع بره. بيقول لك هيركبها تكاتك. هو مش تكاتك. انت عارف مصر السيسي بيتكلم دلوقتي والدنيا كلها بتحاربه عشان خرج بره العرف، عشان خرج بره المألوف. جايب لك طيارات العالم كله يعمل لك لها حساب. ما كنتش بجيش وما كنتش بعده بعدة كويسة، وكنت بآلات كويسة تخش بها الحرب فكريا وعمليا واستراتيجية. يعني يعتبر الجيش متسلح الحمد لله، الحمد لله اللهم لك الحمد، من أقوى جيوش العالم. وده اللي قاهرهم. انت ازاي مصر واقفة بعد ده كله؟ ازاي مصر واقفة وشادة حيلك كده أبية عافية على كل واحد يجيلك من بره يقول الدور على مصر؟ دور على بلدك، انت دور على بلدك. واللي يغيظك ان الناس اللي بره والعرب اللي بره هم اللي بيتكلموا على مصر، يقول لك الدور على مصر. قبل ما تتكلم على مصر اتكلم عن بلدك، شوف بلدك دي رايحه فين. واتمنى من الله ان الشعب السوري يعرف قيمه بلده. اولا حسني مبارك ما بعناش، سلم البلد للجيش والجيش حفظنا لحد ما احنا استلمنا الامانه. بعد كده السيسي خدها وعمرها. ما سلمناش الحمد لله ان احنا ملناش قياده. الحمد لله ان القياده عسكريه. اللي بيقولك القياده مش عسكريه والقياده مدنيه، لا احنا عاوزينها عسكريه. احنا عايزين قياده من الجيش تعرف قيمه مصر دي كويس في الحروب، وبالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. احنا اللي مختارينه، مش هو اللي جاي علينا دخيل. احنا اللي مختارينه واحنا اللي مرشحينه واحنا وراه في ظهره. وسلم لي على الثوره.